السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله فيديو جديد، مشتريات السوق. تمام، حبيت ان انا اعمل معاكم الفيديو ده واعرفكم يعني الاسعار وكده وجبت ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاوز اشكر اخواتي اللي من الجزائر والعراق اللي هم شرفوني في القناة ومنوريني، وطبعا اخواتي المصريين وجدكم على راسي من فوق. لا لو لسه ما اشتركتيش تشتركي في قناتي، شرف ليا طبعا. دي يا بنات اول حاجه قلت هعمل محشي، فقلت ايه جبت حاجات للمحشي وكده. فجبت 2 كيلو كوسه. تمام. وبرضو جبت جبنه بطاطس، دي هتكفيني اسبوعين، يعني البطاطس بجيبها تكفيني مثلا اسبوعين. تمام. وجبت الخيار دي بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهو، 2 كيلو خيار برضو. كمان جبنا الفاكهة موز، طبعا اي الفاكهة اللي عيلك بتحبوها بتجيبيها. ودي الطماطم ما شاء الله، طماطم كانت ب15. جبت زي ما انتوا شايفين كده عشان يقضيني برضو وقت طويل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي الجوافة يا بنات، بجيبها العصير وكده. تمام. ولو في يعني بحطها في التلاجة بتقعد معايا ممكن اسبوع، اسبوع ونص لو هي جامدة. لو بتطري لما بتطرى يعني بروح احطها في الفريزر، بقطعها تمام واحطها في الفريزر للعصير وكده. كنت جايبه ذرة فشار، وكنت جايبه كمان قرفة عشان ان شاء الله كده ربنا يقويني واعملكوا حلقة فيديو عن السينابون وكده. الجزر ماما جابت لي كده 4 كيلو، وليمون. انا مكنتش عاوزه جزر، فهي كانت تجيب لي كده 4 كيلو كده. كمان عاوزه اقول لكم التسويه دي ماما هي اللي جايباها لي. وده البتنجان برضو كنت جايباها الحشي، قلت هعمل كوسه وبتنجان كده. تمام. جبنا بتنجان زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. تمام كده يا بنات. وجبنا كمان يا بنات خضرة للمحشي بسم الله ما شاء الله، يعني تسلم ايديها. هنطلع كمان الجزرية دي لقيتها في الشنطة كده. كانت جايبالي كمان رمان. تمام. كانت جايبالي 4 انواع فاكهة. دي كمان قولوا معايا، اخر كيسة كانت البرتقان. يعني جايبالي برتقان وجايبالي موز وجايبة كمان جوافة ورمان. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا حطي لي لايك لو لسه ما اشتركتيش، تشتركي في الفيديو، اتفضلوا معانا. دي التسويقه بقى يا بنات بتاعت الاسبوع. عاوزه اقول لكم ان الفاكهه بتقعد معايا ممكن الاسبوع كامل يعني. تمام. زي ما قلت لكم الجوافه بحطها في الفريزر. الموز مش بقعد اكتر من 3 ايام عشان بيطري بسرعه. بسيبه بره التلاجة، مش بحطه في التلاجة. مره حطيته في التلاجة يا بنات اقولكم بعد ساعه اسمر، فتخلوا بالكم بره وتسيبوه بره. تمام. زي ما شفتوا كده دي التسويجه بتاعتي. طبعا الفلفل كان عندي فلفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي تسوية الاسبوع. تمام. طبعا اللحمه كانت عندي في التلاجة. كنت عامله فيديو عن اللحوم، ان شاء الله انزله يعني وكده. وتبقى الواحد يقطع كده حاجه كده تروق على نفسه. برتقان يعني وفاكهه كده من تحت التسويقه وكده. وهبدا بقى انا احط التسويقه في التلاجة كده وارتبها. تمام. هسيب حاجه المحشي بره عشان هعملها بكره ان شاء الله. يلا بقى مستنيه رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في فيديو النهارده. حبيت ان انا اوريكم مشتريات الاسبوع اللي انا بجيبها كل اسبوع يعني من السوق، وتستفادوا واحنا كلنا نستفاد مع بعض. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه.